السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسام مجدي. طبعا يوم السبت طبعا مواجهة نارية ما بين النادي الأهلي والنادي الهلال السوداني. مواجهة طبعا لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. طبعا الماتش صعب جدا على الفرقتين صراحة يعني. أنا من وجهة نظري أنا الشخصية الماتش مش بالسهولة اللي جمهور النادي الأهلي شايفها. الماتش مش سهل. آخر مواجهتين ما بين النادي الأهلي والنادي الهلال السوداني في نسخة 2020 كان انتهى بفوز الاهلي 2-1، والنسخه الماضيه انتهى بفوز النادي الاهلي 1-0. يعني معنى الكلام ده النادي الاهلي ما بيجيبش اهداف بالزوفه زي ما الناس زي ما الناس عماله تقول الاهلي هيكسب 4 و5 و3 و4. الماتش صعب، ماتش صعب جدا كمان. الماتش هيتلعب على تفاصيل صغيره قوي قوي يعني انت بتتكلم، انت ممكن تكون النادي الاهلي ممكن يكون فايز 1-0 يفضل جمهوره يفضل طول ال 90 دقيقة على أعصابه عشان خاطر الهلال السوداني ممكن يسجل فيك هدف. سجل فيك هدف الهلال السوداني انت محتاج فيه لازم تسجل، يبقى تكسب 3-1، فرق هدفين عشان تعرف توصل. فالماتش مش بالسهولة دي، خلي بالكم. الماتش بالسهولة دي عشان اللعيبة ما يوصلهاش إن الناس مستسهلة الماتش. الماتش صعب، ماتش صعب جدا كمان، فاهم؟ لأن نادي الهلال السوداني طموح وعايز يوصل وحقه. معلومة على السريع كده بمناسبة الماتش النادي الأهلي والهلال السوداني في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2020. كل السبع فرق اللي اتحددوا اللي هم هيوصلوا لدور الربع النهائي كان فاضل فرقة واحدة من مواجهة النادي الأهلي والهلال السوداني اللي اتلعبت في أم درمان اللي انتهت بالتعادل 1-1. ووصل طبعا الحمد لله النادي الأهلي اللي كان هو الفريق الثامن. نسخة 2022 النسخة الماضية برضه السبع فرق كانوا اتحددوا في الجولات الماضية يعني الجولة الخامسة كانت اتحددت سبع فرق. الجولة السادسة فضل المقعد الثامن ما بين النادي الأهلي وما بين النادي الهلال، والنادي الأهلي فاز الحمد لله 1-0 ووصل الحمد لله. نسخة 2023 السبع فرق اتحددوا الجولة الخامسة الماضية، وبرضه فاضل المقعد الثامن اللي هيتحدد يوم السبت ان شاء الله بمواجهة النادي الاهلي والنادي الهلال السوداني. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرم النادي الاهلي وربنا يوفقه ان شاء الله. الهلال السوداني هيلعب ازاي؟ الهلال السوداني طبعا هو طبعا يكفيه التعادل، يكفيه ان هو يتغلب مثلا 2-1 بفرق هدف، مثلا هو يسجل هنا نتيجة طبعا 1-0 تخرجوا بره، او نتيجة فوز الاهلي بفرق هدفين. فطبعا البديهي النادي الهلال السوداني هيجي هيقف لك ورا، يقف بالدفاع وهيلعب دفاع منطقة وهيلعب على الكرات الطويلة للوليبو ومحمد عبد الرحمن. هم ما عندهمش أي حاجة غير كده، هيلعب كرات طويلة خلف معلول وخلف محمد هاني ليهم عشان خاطر يستغلوا سرعتهم ويستغلوا شوطة من لوليبو يشوطها أي شوطة والكلام ده كله إنه بيتميز في التسديد. وهي طبعا هيحرجموا على اي فاول حوالين المنطقه لليبو، لانه طبعا زي ما شفنا انه جاب فينا جون في ماتش ام درمان، وجاب طبعا بنفس الهدف جابه في القطن الكاميروني في جارو. فالهلال السوداني هيلعب بنفس الطريقه دي، هيقفل وهيحاول ان هو يسجل في الجون عشان يصعب لك مهمته. انا من وجهه نظري الشخصيه بقى انت المفروض ككولر انت المفروض تنزل ضاغط على الهلال السوداني من اول دقيقه، من اول ثانيه كمان، وتستغل وجود جمهورك وتستغل باي فرصه ان شاء الله تجيلك وتسجل فيها ان شاء الله. نتيجه 1-0 دي هتفضل مقعدانا كلنا على اعصابنا، فربنا يستر. التشكيل الامثل للنادي الاهلي لمواجهه الهلال السوداني يوم السبت ان شاء الله من وجهه نظري انا الشخصيه، طبعا لا خلاف على الشناوي، معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني. هي بقى في منطقه خط النص. انا بالنسبه لي الشخصي انا نفسي يعني انا عن نفسي انا افضل مروان عطيه، حمدي فتحي، واحمد الجندوزي، وبيرسي تاو، واحمد عبد القادر، وكهربا. لكن كولر هيلعب بمين؟ كولر مش هيلعب مروان عطيه، هيلعب عمرو السولية، وممكن ما يلعبش الجندوزي ويلعب قفشه. بس انا بالنسبه لي يعني هو ده التشكيل اللي انا قلته ده هو ده التشكيل الانسب للنادي الاهلي. كل ده كلام، كل ده كلام، اللي على ارض الملعب هيبقى قصه تانية.
الماتش صعب والله، الماتش صعب والله يا جماعه، والله الماتش اصعب مما يمكن. هو سهل، يبان ان هو سهل لان النادي الاهلي طبعا بامكانياته هو افضل بكتير من النادي الهلال السوداني، لكن النادي الهلال السوداني الظروف خدمته ووصل للقصه دي. فطبعا الماتش ما هوش بالسهوله دي، يبقى خلي بالنا. عشان لان لعيبه النادي الاهلي وخصوصا الجيل ده بيشوف السوشيال ميديا، وعشان ما يستسهلوش الماتش. الماتش مش بالسهوله دي، الماتش صعب جدا يا جماعه، والله صعب. يعني انت بتتكلم سهل قوي، ده ده يكسب 1-0 ماشي، انت ممكن تكون فايز 1-0 ويجي يجون فيك في الاخر ما تعرفش تعوض، هتبقى محتاج ان انت تجيب هدفين. قبل مواجهه النادي الاهلي والنادي الهلال السوداني يوم السبت ان شاء الله، حابب اوجه بس رساله سريعه كده للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. انت ضيعت فرصه التاهل طبعا بالنتائج تعادلك هنا مع صن داونز، وهزيمتك من صن داونز في جنوب افريقيا بالنتيجه الثقيله طبعا، وهزيمتك من الهلال السوداني في بداية دوري الأبطال. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنت ترجع تاني لأجواء البطولة بضياع ضربة جزاء طبعا بتاعة الهلال السوداني اللي ضيعها في آخر ثانية في الدقيقة، اللي كل جمهور النادي الأهلي كان بيدعي ويقول يا رب، وربنا استجاب لدعائه. جات لك الفرصة، مجلس إدارة النادي الأهلي حقق بيظبط الدنيا عشان خاطر ان جمهورك يخش باكبر عدد. الاستاد ان شاء الله هيكون متقفل، جمهورك هيكون وراك ان شاء الله من اول ثاني، من قبل يعني. جمهورك هيجي من المحافظات، هيجي من المحافظات، وطبعا في الصيام جمهورك هيبقى من الساعه 4، من وقت ما يفتحوا ابواب الاستاد هيكونوا موجودين، الدنيا صيام طبعا. يعني ارجو ان جمهور لعيبه النادي الاهلي تكون حاطه الكلام ده كله قدام عينيها، اللي كنت بعيد ربنا جاب لك القصه، وجمهورك هيبقى وراك، وجمهورك هيبقى وراك من كل المحافظات. اتمنى لعيبه النادي الاهلي تكون في الموعد ان شاء الله، لان لو ما حصلش، لو حصل غير كده لا قدر الله، لا تلومون الا انفسكم. كان معكم حسام مجدي. اذا عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك، اذا ما كنتش اشتركت في القناه فاشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.